دينا عبد الوهاب السيد. اتولدت في الحسين، وابويا وقتها استلف علشان يوزع لحمة على الفقراء. قال لي يعني احنا مش فقراء، اصله كان نادر ندر، لان امي ما كانتش بتخلف وما كانش حد عارف ما بيحصلش الحمل ليه. بس انا جيت من هنا وامي بقت ولا الارنبة من هنا، جابت 3 بعد مني، ولدين وبنت، وانا كبرتهم. انا اللي قصيت الشريط. ما تدعكي كويس يا وليه، هي تقضية واجب. 35 سنة بدعك لك كتفك وعمره ما خف يا عبد الوهاب. هيخف النهارده؟ البت دعاء عايزة فلوس الدروس، في ولا مفيش؟ مفيش. وبعدين انا ما برتاحش الا من تدليك ايديكي. يعني اقول للبت ما تروحش الدروس، هتسقط عشان تبقى عارف. ما تسقط ولا تتنيل على عينها. اعمل ايه انا؟ اروح اشتغل رقاصه؟ ما عندك الشحط عيالك ولا ياسر وحايم؟ لا، ما انا سبت الورشه. سبت الورشه؟ اه. ازاي يعني؟ يعني سبت الورشه، يعني لست وحيد قال الشغل نايم، والورشه ما تستحملش 3 صنايعيه، فطبيعي يعني مش هيمشي عياله الاتنين وهيخليني انا. ليه يعني؟ عشان خاطر جمال ابويا يعني؟ دي المصيبه اللي حلت على دماغي. روح اتنيل على عينك، ما انت طول عمرك فاشل، تلاقيك عملت مصيبه وما انتش عاوز تقول. كلموا لي ضيف الكويت، مين فيكم معاه رصيد؟ مع ناس زفت. وبعدين مالكش دعوه بضيا، كلمني النهارده الصبح وكان صوته وحش وقال لي ادعي لي ياما، ما لحقتش حتى اساله ماله. مين اللي على جنابك وجنابه؟ ده انا عليا شيكات وقضايا تحبسني العمر كله. اله يخرب بيوتكم. رايح فين يا رحي؟ سيبيه غرفه 60 ناهيه. جاتك نيله ادم شؤم علينا يا دينا، يا دينا. ايوه بابا، معلش انا كنت بعمل لك الاكل. ومين يا بنتي له نفس ياكل؟ ما تقومي، عاوزه اتفك مع بنتنا شويه. فك يا اخويا، وحد ماسكك اللي هتفك ركبك اكتر ما يفكك. تعالي يا بنتي، تعالي جنبي، تعالي جنبي. شوفي يا دينا يا بنتي، احنا عايشين مع علم فقر، واولهم امك والعصابه اللي خلفتها من بعدك. بس انا ما بثقش الا فيكي. قبل امك ما تولدك جاني كده في المنام حاجه عظيمه، زي ما يكون ملاك، وقال لي عبد الوهاب انت هتجيب بنت، لو ربيتها كويس وخدت بالك منها هتكون سبب سعدك وفرحك. وانا لسه مصدق لحد دلوقتي، بس انا مش شايف امارات. عشان كده عاوزك لما تروح المحل تطلبي من الاستاذ راضي يسلفنا 2000 جنيه. انا معايا 1000، هنحط 1000 على 2000 ونسدد ديوننا. ما هو انت ما يرضيكيش ان انت تشوف ابوكي في السن ده يتحبس ويتبهدل في الاقسام والمحاكم. بعد الشر عليك، بعد الشر عليك يا بابا. الاستاذ راضي بيحبك وبيعزك وبيعتبرك زي بنته، وعمره ما رفض لك طلب. حاضر يا بابا، حاضر.